من ضربة البداية كانت واضحة مشكلة الهلال قدام راين سبورت. عبد الرؤوف لاعب جناح شمال على ايمانويل الظهير الايمن، من اول لمسه باصه وفاته خلاص وتحرك، الكره اتلعبت قدام طوالي جرى. من البدايه كان واضح انه عبد الرؤوف ما حيقدر عليه. هنا بيجري بيعمل اوفرلاب خطير جدا وعكسيه اخطر، وكاد يكون الهدف الاول في 15 ثانيه. شوف هنا بيفتح اللعب عبد الرؤوف بعيد منه، بيستلم بيرفع راسه. باك رهيب ايمانويل ده صراحه، بيعمل عكسيه والكره بتطلع ركنيه. لكن خلاص المشكله واضحه جدا. هنا شوف بيباصي عبد الرؤوف ما في الصوره نهائيا، ايمانويل بيكمل بيعمل اوفرلاب، في النهايه بطرس لازم يطلع معه، ده بيفضل النص للجناح بيعمل تسديده. فكانت المشكله واضحه من البدايه. وهنا بنشوف عبد الرؤوف في النص، الكره عنده، الكره بتتقطع طوالي، هو واقع في الارض طوالي، ايمانويل فتح بهناك واتحرك ورافع يده وطالب الكره. صح قمرديني تكلمنا عنه انه قمرديني واقع، مفروض كان احمد سالم يغطي، لكن شوف ايمانويل بيرفع راسه حر تماما وبيعمل العكسيه والكره في المرمى. الشوط الثاني بوكاسا عشان يحل المشكله دي غير اللعب كله ل 3-4-3، خلى ارنست لوزولو يطلع على ايمانويل طوالي وغير عبد الرؤوف. كده الهلال بقى لاعب 3-4-3، بيتروس نزل مع قلبي الدفاع ديارة ومع ضيوف، بقى عنده ثلاثة ورا وبقى عنده إيبولا على اليمين ولوزولو. كده قدر تاني ما ظهرت أي خطورة لإيمانويل الظهير الأيمن لرايون. فهل هو اتأخر إنه انتظر 45 دقيقة، ولا نقول إنه هو شاطر إنه تفطن ليه المشكلة؟ أصلا ليه عبد الرؤوف يلعب جناح شمال؟ يعني هل المدرب حيجرب كأنه لأنه مدرب جديد؟ هنا بنشوف لازولو طوالي مع إيمانويل، بالعكس إيمانويل بقى هو اللي بيدافع. يعني شوفوا هنا هو بقى اول ما يستلم الكرة بيلقى لوزولو قدامه طوالي.